اخواتي واصحابي، صباح الفل عليكم. النهارده يوم 27/11/2024. من 4 سنين تحديدا كانت قذيفة محمد مجدي قفشة وذكرى القاضية ممكن الذكرى السنوية الرابعة اللي مش هننساها ابدا 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 ليوم الدين. مكملين ومش ناسيين. كان بطلها هو محمود علاء الذي اطلق رصاصة الرحمة على الزملكاوية برأسه حتى يأتي مجدي قفشة تحت أعين الزملكاوية وتحديدا بن شرقي، ثم يطلق القذيفة، ثم يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 85 في الثانية 45 عشان نقهر كل ما هو زملكاوي. كانت مناخيره مرفوعة لفوق قبل الماتش عشان نقهر جمهورهم اللي كان عايزين زيطة مش هنخلص منها. وكان كمان في بطل كمان وهمي كان بيمثل تمثيل شرفي، وهو المدعو شيكابولوس. شيكابولوس احرز هدف نكد علينا، خلانا مش عارفين نحتفل بالبطولة التاسعة اللي انا مش فاكر غيرها في دوري ابطال افريقيا من ال 12 بطولة اللي النادي الاهلي اخدهم. يعني لو سألتني على ال 11 التانيين اقول لك كلمني في التاسعة. طب ال 11 كلمني في التاسعة. طب العشرة اللي اتظلمت دي كلمني في التاسعة. يا عم طب رأسية محمد عبد المنعم في المغرب اقول لك كلمني في التاسعة. انا بحب اللي انا واخدها من الواسعة، وعشان كده عايز افكركم بيها النهاردة الثانوية الرابعة. وباذن الله نعيش ونفتكر ونعيش ونحتفل ونعيش ونذكر بعضينا ونعيش وننكد عليهم ونغلد على كل ما هو زملكاوي. صباحكم فل يا زملكاويه، واللي جاي يطين عليكم ومهما تعملوا مش هيحلها غير نهائي قرن اخر، عشان انتوا اللي راهنتوا. وخالد الغندور يومها طلع قال لك احنا بنلعب على تاريخ افريقيا كله، بل تاريخ النادي الاهلي كله. عشان كده فشخناكم يوم 27/11/2020. وكان معكم اسلام سلطان من الكويت. سلام عليكم.